اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد اجمعين. صباح الفل عليكم حبايبي، وحشتوني جدا جدا. بقالي يوم كامل ما بنزلش فيديو ما فتحتش فيه الكاميرا، وطبعا انا خلاص اتعودت عليكم وتعودت ان انا اشارككم كده وصفاتي واكلاتي. النهارده بقى دلوقتي معانا سحور خفيف ولذيذ، وعايزه اقول لكم لو ولادك ما بتسحروش هياكلوا، لو ما بياكلوش البيض هياكلوا. تعالوا بقى نعمل بيتزا من غير عجن ومن غير خبز، والبيتزا الكدابه زي ما بيقولوا. هنجيب بصلايه نقطعها تقطيع صغير، قرن فلفل حامي او بارد زي ما انت ما تحبي، بمعلقه سمنه ونسيبهم يتشوحوا على النار. هنجيب لانشون نقطعه قطع صغيره صغيره قوي يعني. تمام. ومعانا جبنه رومي برضو نقطعها تقطيع صغير. مش مجريه لكم الفيديو عشان الناس اللي بتقولي بتجري الفيديو يا دعاء ومش بنفهم حاجه، لا، واحده واحده اهوت مع بعض خطوه بخطوه. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وكومنت حلو، بحب كومنتاتكم جدا 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 جدا. اعملوا شير كتير 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 للفيديو دوت. الفيديو ده ينفع سحور، ينفع فطار، ينفع غدا، بجد اكله لذيذه وحلوه يعني وتحفه وكده. النهارده بتكلم معاكم في الفيديو كأني انا يعني كده، يعني فاهمين، ناس كلاس يعني وبتاع. نقطع بقى طماطميتين صغننين مش كبيرة، طماطم صغيرة نقطع 2، نسيبهم بقى يتشوحوا كده مع نفسهم. انا مش عايزاها تتسبك ولا الكلام دوت، ولا حتى البصله كانت تحمر قوي يعني، لا، حاجه بسيطه. انا هنا قربت لكم الكاميرا عشان اوريكم اللون بتاع البصله. نضيف بقى البيض، حطي 3 4 5 6 زي ما انت ما عايزه، يعني معاكي مثلا من 3 بيضات ل7 بيضات، انا هنا حطيت 6 بيضات. نديهم بقى تقليبه على السريع كده، ونديهم رشه ملح صغيره قوي 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 قوي. انا ما حطيتش اصلا ملح لان انا الجبنه الرومي بتاعتي كانت مالحه يعني، كانت حادقه، فما حطيتش بصراحه. نزلت باللانشون وننزل بالجبنه الرومي ونغطيهم ونسيبهم على نار هاديه لحد ما نخلص بقى السحور بتاعتنا. معانا بقى عجينه طعميه، نحط لها بضايه ونبشر لها بصلايه صغنونه خالص، بتخلي طعمها تحفه ومسكره كده، بتوديها في حته تانية. انا كسلت ان انا ابشرها، قطعتها بالسكينه، بس انا قطعتها تقطيع صغير. هتعرفي تقطعيها تقطيع صغير ماشي، مش كده ابشريها بالمبشره هتبقى احلى. حبيت برضو ازود بضايه تانية، كانت العجينه اصلا بتاعتي يعني ايه، كانت عايزه تتضرب بالمضرب كده مره ولا حاجه، عشان كنت جايباها وركناها بقالي شويه. نجيب بقى برضو معلقه سمنه، ننزل بالفول بتاعنا ونقيد على الزيت، ونروح بقى نقل الطعميه. عايزه اقولكم الطعميه كانت جميله، انا من اول رمضان ما كناش طعميه خالص عشان يعني بتحرق الصدر وكده، لا دي كانت جميله. وطبعا عشان زيت نضيف مش زي الزيت اللي بره اللي هو بيبقى زي زيت العربيات ده كده بالظبط. بلاش يعني بلاش، تقول لا فينا شويه. الفول برضو حطيت عليه معلقه سمنه، واحط عليه نص فنجان قهوه، نص فنجان ميه يعني، علشان برضو كان قافش في نفسه كده، نفرفضه كده، فاهمين، نفرفضه، اكيد انتوا فاهمين. معايا البيض بقى على النار، ومعايا الطعمية والفول. بصوا بقى الطعمية كان لونها ذهبي كده وجميلة ازاي، والنبي الكاميرا ظلماها، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، تتاكل نية او تتاكل حاف. الفول بقى كان خلص، ونفضيه بقى في طبق التقديم، والطعمية، وكان معانا بقى بتنجان دوت من الفطار يعني وكده، قلنا نشغله برضو. تعالوا بقى بصوا بقى الجمال والحلاوة، لازم نقرب الكاميرا بقى، لازم ندخلها في قلب الكاميرا من جوه كده. بصوا بقى المطة بتاعتها، اقسم بالله احنا ما كلنا اي حاجه غير هي الصينيه دي. بصوا المطه بتاعت الجبنه الرومي، يا سلام بقى لو عندك شويه جبنه موتزاريلا. اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، باي باي.